السلام عليكم بنات اليوم حسب طلبكم طريقة شغل السوتاج بالنسبة للعباية العراقية. بنات، أول شي أنا حستعمل الخيط رقم 2 بالشد. من أجي أشد أستعمل الخيط رقم 2 والخيط يكون طبقة واحدة لا طبقتين. مرات أشوف العبي تجي الخيط طبقتين، لا بنات، وبالخيط المتين لا بنات، الخيط رقم 2 الخيط الرفيع يعني، والخيط يكون طبقة واحدة حتى لا يشوه شغل شكل الشغل. زين بنات من نجي بالنسبة للصدور، الصدور أحاول أخيط بطريقة شلون مثل ما نقول متفارق، الشغل يكون متفارق. الخياط اللي يحطه لي قدام يكون الشغل متباعد، غرزة عن غرزة مبتعدة. ليش بنات؟ لأن بنات ورايا شد، والشد أكثر من مرة حرجع ألف الخيط، فبنات بصعوبة والإبرة رفيعة، فبصعوبة حتطببين وتطلعين الإبرة. بنات هسه شوفوا هذا الشغل، شوف هذا الشغل، وعندي الكتف يختلف، عندي الكتف يختلف. الكتف باعوا بنات طبعا هذا شغل الدرازة، هذا شغل الدرازة مو الشيرازة. زين بنات، الشغل مال الكتف إذا تنتبهون غرز متقاربة. بنات من نجي أشتغل، الشغل حيكون فوق الخياط، فوق الخياط بنات، مو على صفحة، لا فوق الخياط، بحيث بنات بهالطريقة هاي يجي بالضبط على هذه المنطقة، مو هنا، مو جوا، مو بصف الشغل، لا بنات بهالطريقة مثل ما تشوفون. بنات السوتاج اللي استعمله عادة انا ما استعمل هذا المحبب، بس هاي المرة هذا اللي قدرت احصل عليه. زين بنات، مرات الخياطة يحكمها السوق والموجود بالسوق، فهاي بنات باعوا بنات هذا الخيط هذا المحبب بنات، واكو اعرض من هذا، ويصير يصير متين ويصير سواده كلش حلو، يصير بيه لمعة، بس المشكلة مالته شوي يصير أمتن من هذا. فمن تجين تشتغلين ذن الحبات يطلعن خشنة. بنات السوتاج بيه هواي أفكار، السوتاج بيه هواي أفكار. هاي مثلا هذا نسميه ورد الباقلة، أو شد الورد، تاج السلطان، له هواي تسميات. هذا الشغل بنات اكو نسويها 5 حبات، 2 منا واثنين منا، وحدة بالنص عالية. نسميها هذه نسميها نسميها اذانات رجل البطة، نسميها رجل البطة بنات. واكو ابو السبعة نسميها اذانات الفيل، واكو بس 2، اكو بس 2. وحدة طويلة والثانية أصغر منها نسميها إذانات الأرنب، إذانات الأرنب. والغرزة الوحدة نسميها حبة الشعير أو سنون الفار. وبنات هسه طالع موديل المشكل هو عبارة عن صنفين 3 من الشغل، يعني وحدة مثلا وحدة شد الورد يعني أم 3، وبعدين أشتغل فد 3 4 سنون الفار، بعدين أجي أشتغل وحدة أم 5 أو أم 7. زين بنات هسه وياكم بنات، أنا اليوم حعلمكم حبة الشعير أو سنون الفار، وتاج السلطان أو اللي نسميها ورد الباقلة يعني أم 3، أو شد الورد نسميها. بنات أهم شي البنات هذا السوتاج العادي، بس القماش ملون على مود يبين الشغل. أهم شي بنات الشغل تثبتيه بحيث مو بالغسل أو باللبس يومين 3 وتفرط. هذه الوحدة بنات، هذه مرات العباية نستعمل بس هذه الغرزة وحدة، نسميها سنون الفار أو حبة الشعير. بهاي الطريقة بنات. بنات انت براحتك او حسب طلب الزبونة، رغبة الزبونة، يا اما تكون الفاصلة بين وحدة ووحدة مقرنصة. طبعا انا هاي اللي افضلها واشوف الشغل يطلع ارتب. او تجي وحدة تقول لا ما تريد مقرنصة، تريد شغل عدل. هسه انا بنات الشغلين حاشتغله قدامكم.
هاي بنات بين وحدة ووحدة مثل ما قلت لكم مقرنصة مقرنصة. بنات أكثر من مرة أرجع للشغل حتى مثل ما قلت ليش ما يفرط. بنات مثل ما قلت حتى المسافة هاي انت تتحكمي بيها او انت او حسب رغبة الزبونة. هسه بنات الطريقة الثانية قلت لك مجرد مسافة بسيطة اترك بدون مقرنصة، مجرد اترك مسافة بسيطة بدون مقرنصة. انا بنات بالنسبة لي اشوف هذه تطلع احلى وارتب، بس هي تبقى عاد حسب رغبة الزبونة. اكو بنات يحبوها تكون مسافة بعيدة بين وحدة ووحدة، تجي هيجي يعني تجي هي الشغلات مرات تقول ليش اريد بين وحدة ووحدة مسافة. هسه بنات حنشتغل وياكم شد الورد او ورد الباقلة، تاج السلطان شو تسميه انتي بنات؟ اكو ناس بالخمسة يسموه تاج السلطان، واكو ناس شد الورد او ورد الباقلة يسموه. بنات الشغل احاول اسويه قدر الامكان، يعني المسافات مثلا متساواية بين بحيث يطلع الشغل كله مرتب، مو وحدة متقاربة ووحدة متباعدة، لا بنات احاول بالنظر، احاول اسوي الشغل متقارب، احاول اسوي الغرزات يعني متشابهة زين بنات. بنات وهي بالممارسة. بنات هذا بعدين بعد ما ثبتت كل وحدة واحد، هسه بنات اجي اخذ الخيط. هاي بنات هاي همين انت براحتك، بس انا بالنسبة لي احبها تكون ملمومة، احب هي نفس الغرزة تكون ملمومة زين بنات. بهالطريقة هاي ثلاثتهن افر عليهن الخيط وابدي اثبت، اريدها تكون ملمومة بنات. بين وحدة ووحدة انت براحتك، يا اما تحطين حبة الشعير او سن الفار او لا بنات، بس مجرد المقرنصة، بس بنات مجرد المقرنصة. مرات الشغل يكون حسب انت ما تشوفين يعني ترتبين انت الموديل، او بنات مثلا مرات لا تجي هي الزبونة اكو ببالها فالشغلة تريد يعني مثلها تسوي زين بنات. بنات بعان هذا بس هذا الموجود عندي. هاي ليش ما احبب هذا ما اشتغل بهذا المحبب، لان باع بنات مرات يبين وكأنه انا مشتغله غرزة، بس انا ما مشتغله غرزة، هاي هو التحبيب بي. هذا هو الخيط باع بنات، الخيط هو يكون محبب، بس مرات احنا السوق هو اللي يحكمنا.
هسه بنات انا عندي خلص الخيط، فبنات شغلي لازم يكون نظيف. بنات الشغل امرره بين طبقتين الصدر بالطبقات، وادخله بطريقه مخفيه بين الطبقات. زين بنات، واسحبه. اذا طلع عندي طرف زايد اما اسحب بهالطريقه هاي بحيث يدخل داخل الخياط داخل الطبقات مال القماش، او بنات اذا بي شويه زايد بنات حقصه واجي اشتغل عليه. زين بنات، بعد ما ثبتت هنا الغرزه الاخيره بعد ما ثبتتها بنات، وما ما القط الصدر، ما القط الصدر الا بعد ما اخلص، لان بنات انا اريد احب يكون شغلي على نظيف. ما اريد لي ورا من تجي الحباية تهف او فشي يطلع الصدر بي عقد او بقايا الخيوط. زين بنات، شغل دائما يكون على نظيف بنات، وكل ما الشغل تهتمين بيه ويكون نظيف طبعا حترضين الزبونة، وحيكون لك مثل ما نقول شلون حيكون لك زبائن خاصين. زين بنات. بنات باعوا اول وحده تكون يعني قصيره والوسطانيه تكون اعلى من عندهن، وارد الثانيه حتكون بمستوى الاولى. زين بنات، مستوى الاولى مثل ما تشوفون بنات، اول وحده تكون قصيره، الوسطانيه تكون اطول من عندهن، والثانيه ارجعها بنفس مستوى الاولى، بنفس مستوى الاولى بهالطريقه هاي بنات. وبعد ما اثبت كل حبه وحدها بالخيط افتر عليها بالخيط بهالطريقه هاي، افتر عليهن ثلاثة واجمعهن، اجمعهن واشد الخيط، اجمعهن واشد الخيط. زين بنات. هسه بنات انا اكتفيت بهذني الثلاثه. هسه بنات، هسه بنات حاشتغل ام الخمس حبايات، بس حوقف بنات حترك مسافه بنات ام الخمس حبايات. بنات هاي ام الخمس حبايات همين تتفننين بيها، تقدرين تشتغلين مثلا وحده ام الخمس حبايات 5 حبة الشعير، وثلاثة من هذني، 3 شد الورد، انت براحتك او حسب طلب الزبون او حسب الموديل اللي يجيك. زين بنات، او تقدرين لا بنات تشتغلين وحده ام الخمس حبايات 3 حبة الشعير، وحده ام الخمس حبايات. زين بنات. يعني بنات ام الخمس حبايات حتكون شويه يعني شلون حجمها كبير، فحتى تبرز وحتى ابينها يكون الشغل اللي وراها واللي قبلها يكون يا اما حبة الشعير يا اما يا اما تاج السلطان. زين بنات. بنات ومثل ما قلت لكم مرات هي ام الخمسه يسموها تاج السلطان، لان بنات هاي مثل ما تشوفون يعني تشبه تقريبا ورد الباقله، او بنات مثلا مرات يسموها تاج البرنسيسه، تاج البرنسيسه، لان طبعا بنات وهي يعني لو تنتبهون عليها فعلا هي تشبه تاج البرنسيسه مال افلام الكرتون. هسه بنات مثل ما تشوفون قصيرة أطول، والنص حتكون بالنص حتكون أطول وحدة، أطول وحدة بيناتهن. باع بنات بهذه الطريقة هاي حتكون متدرجة، بهالطريقة هاي حتكون متدرجة. هسه بنات من أرجع هاي بالنص هي أطول وحدة اللي هي رقم 3، حجي أكرر رقم 2، يعني وحدة تكون بنفس مستوى رقم 2، والأخيرة حتكون بنفس مستوى رقم 1. زين بنات، بحيث هنا بنات اثنين وحدة أطول من الأخ، والوسطانية تكون أطول من عندهن، وبعدين أسوي أقصر بأقصر. زين بنات. بنات والصور موجودة على الصفحة، اللي تحب تشوف الصور موجودة على الصفحة. زين بنات.
هسه بنات حبة الثانية. باع بنات هاي المسافة اللي عفتها، هاي المسافة اللي عفتها. هاي حبة الشعير، أعوف نفس هذه المسافة، أعوف نفس هذه المسافة. بنات الخمسة، السبعة، التسعة تختلف عن الثلاثة. يعني هاي الثلاثة ألف الخيط برا ما أثبت كل حبة وحدها، أفر الخيط عليهن ثلاثة وأثبتهن، وحتى شنو حتى أشدها وألمها. الخمسة لا بنات، أعوفها مفتوحة، أعوفها مفتوحة بهالطريقة. هاي بنات أعوفها مفتوحة. بس بنات أنا حسوي وحدة وياكم ثانية، إن شاء الله يكون واضح الشغل والفيديو إن شاء الله يعجبكم. أول وحدة والثانية أطول، والثالثة حتكون أطول وحدة بيهن. زين بنات، الثالثة حتكون أطول وحدة بيهن. الرابعة حتكون بمستوى الثانية، الرابعة حتكون بمستوى الثانية بهالطريقة هاي. والخامسة حتكون بمستوى الأولى. زين بنات، والخامسة حتكون بمستوى الأولى. آخر وحدة للتثبيت، آخر وحدة للتثبيت. أشتغل المقرنصة اللي بيناتهم، أشتغل المقرنصة اللي بيناتهم. وحدة حبة الشعير أو مقرنصة ثانية نفس هذه حتى أبدي الشغل الثاني. والسلام عليكم ورحمة الله.